4 تتبيلات للحمة والفراخ لازم يكونوا موجودين في الفريزر، مش لازم بس رمضان، لا طول السنة. واحلى حاجة ان الوصفات دي كلها هتنفعنا في اي عزومة ووقت زنقة. كل تتبيلة بقى بنكهة مميزة والبهارات والتوابل بتوعها خطيرة. هنبدأ بشاورما اللحمة، خل وزيت وزبادي ومية بصل وشوية عصير ليمون. هكتب لكم كل حاجة تحت الفيديو. تتبيلة حلوة وأكلة حلوة يعني بهارات حلوة. وأنا النهاردة في كل التتبيلات بتاعتي استخدمت بهارات وتوابل مولانا. عايزة أقول لكم بهارات وتوابل نازلة جديد السوق، بس عايزة أقول لكم حاجة كده تحفة مختلفة تماما عن أي براند بهارات قبل كده جربته. أكتر حاجة لفتت نظري عندهم إن وزنهم أكتر من الوزن اللي مكتوب كمان على العبوة، يعني عندهم عبوات 100 جرام و50 جرام، الوزن عندهم اكتر كمان من اللي مكتوب. هوريكم كل التفاصيل شويه قدام كده. انا هنا استخدمت شويه بهارات، عندهم توم بودره، بصل بودره، كركم وكاري وكزبره وكمون وفلفل اسود. هكتب لكم كل حاجه تحت الفيديو. وطبعا البابريكا عندهم خطيره، مش البابريكا كده اللي تحسوها بتعمل لون كده ومسبوغه. هنا بعد ما حطيت كل البهارات بتاعتي حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان ومعلقه من الصويا صوص. ممكن تستغنوا عنهم بس انا عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. جبت كمان اللحمه بتاعتي مقطعاها تقطيعه شاورما وحطيت عليها التتبيله وركنتها على جنب. هنا انا كنت عايزه اوريكم العبوات بتاعتهم وازاي نظيفه وازاي الحركه دي حلوه قوي، مش موجوده في اي عبوه بهارات قبل كده شفتها بصراحه. مقفوله كويس جدا، شايفين البهارات لغايه الحرف. العبوه بتاعتها حلوه قوي، فيها جزئين، جزء لو عايزين نرش شويه صغيرين زي الملاحات وجزء لو عايزين نحط كميه اكبر. عندهم بقى اوزان مختلفه، عندهم العبوه ال 100 جرام وعندهم العبوه ال 50 جرام عشان يرضوا كل الناس. عاوزه اقول لكم كمان عاملين عروض دلوقتي تحفة 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 بمناسبة رمضان. أنا كمية ناس كانت بتسألني نجيب بهارات حلوة منين، فأنا أرشح لكم بهارات مولانا وانتم مغمضين. البهارات الحلوة بعرفها من الفلفل الأسود بتاعها، وعايزة أقول لكم الفلفل الأسود ده من يوم ما استخدمته، شايفين أنا استخدمت كمية كبيرة قد إيه، كان مليان لغاية فوق خالص. فعايزة أقول لكم تحفة تحفة تحفة. تتبيلة شاورما الفراخ بقى، زبادي، مية بصل، عصير ليمون، خل وشوية زيت. وعايزه اقول لكم ريحت نفسي بقى وقلت بدل ما هقعد امكس البهارات، اللي عارفني عارف ان انا بحب قوي اعمل بهارات الشاورما لوحدي كده واقعد اكونها بمزاج. بس انا عايزه اقول لكم لما جربت بهارات الشاورما بتاعت مولانا دي، انا عايزه اقول لكم ان هي خلتني مستغنيه عن ميكس البهارات اللي انا بعمله وريحتني جدا. يا دوب حطيت معلقتين كبار على التتبيله دي عشان انا هنا عامله كيلو صدور فراخ شرايح شاورما يعني. حطيتهم قلبتهم على الزبادي والحاجات وقلبتهم على الفراخ وخلاص ركنتها. وعايزه اقول لكم طلعت تحفه. تتبيله بقى الفراخ المشويه، انا بعمل فراخ مشويه خطيره، حبه بهارات كده بسيطه. عايزه اقول لكم هكتبها لكم كلها تحت الفيديو ما تقلقوش. والنجم معانا حطيت بهارات فراخ، بهارات الفراخ بتاعت مولانا حلوه قوي يا جماعه بجد، ليها نكهه مميزه قوي. عود روزماري قطعته صغير وبدأت ان انا حطيته على شرايح الفراخ عندي وبس ركنتهم بقى على جنب. وهقول لكم هنحفظ كل التتبيلات دي ازاي في اخر الفيديو. الكبه بتاعتنا بقى، جبت شرايح من صدور الفراخ وممكن تستخدموا وراك مفيش اي مشكله. انا هعمل هنا كوردون بلو وهعمل تشيكن رول فراخ كده، وهقول لكم ازاي بنسوي كل حاجه وكلها بتتبيله واحده. بس عايزه اقول لكم هتطلعوا اكلتين مختلفين تماما عن بعض. عايزه اقول لكم تحفه. طريقه الكوردون بلو دي احلى مليون مره كمان من شرايح الفراخ اللي بنحشيها وبعدين نقليها. الموضوع ده بيبقى حلو قوي وبيطلع لي كميه كبيره من الكوردون بلو، وكمان بيبقى سهل في التشكيل والتقفيل. نص كيلو من الصدور او الوراك حطيت عليهم معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، معلقتين كبار مليانين نشا. وعايزه اقول لكم اسمعوا كلامي بس كده وانتوا يعني هتنبهروا. ضربتهم في الكبه لغايه ما الفراخ اتفرمت معايا كويس قوي واتخلطت مع المكونات اللي انا قلت لكم عليها. بعد كده بقى هنكون محضرين حاجه تانية. بس اهم حاجه افرموا الفراخ كويس قوي. لو انتوا مش بتعرفوا تفرموها في البيت ممكن تجيبوها مفرومه من عند السوبر ماركت او من عند بتاع الفراخ او كده، بس انا بفضل افرمها في البيت. بضيف لها بقى بطاطستين صغيرين مسلوقين لغايه ما يكونوا دايبين في السلق، معلقتين كبار مليانين من البقسماط، وهنحط بقى بهارات شيش الطاووق الخطيرة بتاعت مولانا. بجد بجد ادتني نكهة وطعم خطير للكوردون بلو وكمان التشيكن رول.
ضربتهم تاني في الكبه لغايه ما اتخلطوا كويس قوي، ودي خطوه مهمه جدا. لو لقيتوها ملزقه شويه ممكن تزودوا لها معلقه بقسماط كمان، بس ما تزودوش قوي عشان ما يبقاش طعمها وحش وتبقى معجنه من جوه. المهم بقى بعد ما خلطناها كويس قوي في الكبه زي ما انتم شايفين كده، بجيب كيس ادهن عليه زيت وابل ايديا زيت، واخد جزء من الخليط بتاع الفراخ بتاعي وافرده كده زي ما انتم شايفين. احشيه بقى اي حشوه انتوا عايزينها. انا حشيته هنا لانشون وتركي وجبنه رومي وزيتون، يعني اي ميكس انتوا عايزينه. وبعدين ببدا اقفل عليه بالراحه بالراحه خالص. انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتتخيلوا ان هو ايه ده، اتقطع واتبهدل وما اعرفش ايه، بس انا عايزه اقول لكم بيتلف وبيبقى تحفه. هتشوفوا دلوقتي اهو واحده واحده بس كده هتلاقوه يتقفل معانا زي الكفته بالظبط. قفلته كويس قوي عشان ما تبقاش قطع الجبنه طالعه من الكوردون بلو وتفك معايا في الزيت وقت ما تتقلى. وبس لفيته كده كويس اهو. انا كده خلصت. هعمل الكميه عندي كلها زي ما انتوا شايفين. انا هنا بس قسمتها نصين، نص هعمله زي ما انتوا شايفين كده صوابع كده صغيره عشان تبقى زي الكوردون بلو بالظبط، والجزء الباقي من الخليط بتاع الفراخ بتاعي اللي احنا عملناه هلفه رول كده زي ما انتوا شايفين. فردت الاول بلاستيك راب على الرخامه، وبعدين فردت عليه الفراخ طبقه رقيقه برضو كبيره، حشيتها الحشو اللي انا عايزاه. ممكن تحطوا بقى خضار، ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه. وبعد كده قفلت عليها تاني بالبلاستيك راب لغايه ما ظبطتها كده. وطبعا البلاستيك راب مدهون زيت عشان يفضل ايه متماسك وما يلزقش في الايدين ولا اي حاجه، الفراخ نفسها يعني. بس فردتها كده كويس. انا ما بلفهاش من الجنبين زي البونبونايه ولا اي حاجه، انا بس بحط عليها البلاستيك راب وخلاص. قفلتها وحطيتها بقى. المفروض يعني خلي بالكم انتوا بتشيلوها عشان بتبقى طريه طبعا ما تتشققش معاكم او كده. بقوم حطاها على طبق وادخلها الفريزر الاول تجمد تماما، وبعد كده ابقى اشيلها لوحدها في الفريزر عادي. عشان طبعا لو حطيتها دلوقتي كده زي ما هي في الفريزر اي حاجه هتتنع تتحط تحتها، اي حاجه هتعمل لها كسره تتنيها معرفش ايه، فالرول مش هيبقى متساوي معايا. فلازم نحطها على طبق او صينيه وندخلها الفريزر تجمد تماما، وبعد كده نقدر نعينها في الفريزر زي ما احنا عايزين. عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا ممكن تستخدموها تطبخوها كده على طول. انا عشان بس هفرزها فبوريكم طريقه طبخ كل الاكلات اللي انا عملتها دي هكتبها لكم، وكمان هنزلها لكم فيديوهات منفصله. كل حاجه هقول لكم هنسويها ازاي وهنقدمها ازاي. واول فيديو من الفيديوهات دي كلها هيبقى شاورما الفراخ. هنعملها فتة شاورما فراخ سوري، مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. دي طبق رئيسي في اي سفره في اي عزومه، على اي سفره في اي عزومه. زي ما هنا شايفين انا بوريكم انا عملت ايه. طبعا شاورما الفراخ المشويه، الصدور المشويه، شاورما اللحمه بالتتبيله الخطيره المميزه بتاعتها، كمان عصقت لحمه هقول لكم كمان ازاي عصقتها. وهنا بعد ما خلاص عملت بقى كل التتبيلات وتتبلوا حوالي ساعتين او بيتوا ليله كامله في التلاجة، ببدأ ان انا اقسمهم في علب كده زي ما انتم شايفين، كل نص كيلو مثلا في علبة على حسب الوجبة بتاعتكم، يعني بتطبخوا قد ايه في المرة. اعملوهم في علب على اساس كده او اكياس عشان تطلعوا تستخدموها على طول، ما تفكوش الكمية كلها عشان تاخدوا منها جزء. فاهمين فكرتي؟ قفلت العلب كويس وجبت ستيكرز وكتبت على كل علبة فيها ايه عشان ابقى عارفة، ما بقاش محتارة واطلع كل الحاجات واقعد اقول يا ترى دي فيها ايه. كمان الصدور بتاعة الفراخ عايزة اقول لكم دي بتبقى مشوية تحفة مع رز بسمتي، ومفيش احلى من كده، شوية سلطة وخطيرة بجد. احلى حاجه كمان ان انتوا تعلموا كل حاجه زي ما قلتلكوا، والعلب حلوه قوي وبتنظم الفريزر اكتر كمان من الاكياس. فلو عندكم مساحه العلب دي بتبقى منجزه ومنقذه بصراحه. وهنا نكون خلصنا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. هستنى رأيكم في الكومنتات، قولولي ايه اكتر تتبيله متحمسين ان انا اطبخها واوريها لكم. ومش عايزاكم تنسوا ان بهارات مولانا هي والتوابل عايزه اقول لكم تحفه، مطحونه لسه الشهر ده. عايزه اقول لكم لسه نازلين السوق ومكسرين الدنيا بالاسعار والعروض بتاعتهم، وعندهم كمان شحن مجاني لفتره محدوده.